الفريق الوطني المغربي كياخذ ثاني حصه تدريبيه ليه هنا بمركز محمد السادس بالمعموره استعدادا للمباراه الوديه اللي غتجمعوا السبت المقبل امام منتخب البرازيلي. المباراه اللي غتكون في ملعب طنجه، المباراه الكبيره اللي غتكون بحضور قياسي ديال الجماهير المغربيه. كما كتابعوا الحصه التدريبيه ديال الفريق الوطني المغربي فهي كتجرى في اجواء جيده، يعني جميع اللاعبين فهم حاضرين باستثناء نور الدين اولا سفيان امرابط اللي يعني حضر في البدايه ديال الحصه لكنه الى حدود الساعه ما ظهرش في التدريبات، ربما احس بتوهق او شيء من هذا القبيل، لكن فهو كان حاضر في بدايه التدريبات. كانت كذلك قبل بدايه الحصه بادرة حسنة من مكونات الفريق الوطني المغربي، حيث قامت مؤسسة محمد السادس اللي ذوي الهمم بزيارة خاصة لتدريبات الفريق الوطني المغربي اللي كنشوفوهم حاضرين حتى الآن بجنبات الملعب من أجل مشاهدة أسود الأطلس عن قرب. الفريق الوطني المغربي كنعرفوا حقق إنجاز تاريخي بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم أخيرا في قطر. شفنا كذلك البادرة الطيبة اللي كانت صباح اليوم بزيارة المنتخب الوطني المغربي لسجن سالة. دائما كنشوفوا حتى الكلمات ديال الناخب الوطني المغربي بعض اللاعبين في المنتخب ملك الجميع وليس فقط اللاعبين. هذاك الشيء اللي كيقول السرعه كتزيان. كيبقى كذلك اشرف حكيمي كما كنتابعوا، فهو اكتفى بتدريبات انفراديه. كنعرفوا اشرف حكيمي اللي كيعاني من اصابه منذ المشاركه ديالو في نهائيات كاس العالم، فما رجعش للمستوى ديالو رغم مشاركته بعض المباريات مع باريس سان جيرمان. اشرف حكيمي غاب عن المباريات الاخيره ديال باريس سان جيرمان، كنشوفوا اليوم مع المنتخب الوطني المغربي لكن كيخوض تدريب انفراديه. في الغالب غادي يكون غائب عن المباراه ديال المنتخب البرازيلي في انتظار الحصص التدريبيه المقبله اذا كانت الحاله الصحيه ديالو غتسمح لي انه يخوض هذه المباراه اللي غتدخل في تاريخ سجلات المباريات الكبرى ديال الفريق الوطني المغربي. كنعرفوا المنتخب البرازيلي بالنجوم ديالو الكبار كلهم ولا الغالبيه ديالهم باستثناء بعض الاصابات فكلهم حاضرين باش انهم يواجهوا المنتخب الوطني المغربي في مباراه يوم السبت المقبل.
اخوان الله يجعل البركه. اخوان الله يجزيكم بخير. الله يجزيكم بخير صاحبي اخوان.